ده سؤال جميل. الفترة المثالية اللي تقدري تحملي فيها من بعد الولادة القيصرية هي سنتين من بعد الولادة. دي الفترة اللي انت بتهتمي بالبيبي بتاعك فيها وتكوني خلصتي الرضاعة بتاعتك لو انت بترضعي طبيعي، والبيبي بتاعك بيكون خد حقه منك. دي الفترة اللي بتعوضي فيها المخازن بتاعتك من الحديد والكالسيوم ونقص الفيتامينات اللي فقدتيها أثناء الحمل. طيب في بعض السيدات ما تقدرش تستنى الفترة دي لظروف معينة، ان الحمل او الولادة القيصرية نتج عنها ان البيبي متوفي او بيبي كان فيه مشاكل، اي سبب من الاسباب ان البيبي بتاعها ما كملش، فبتكون هي عايزة تعوض اللص او تعوض الفقدان او الخسارة في الحمل بتاعها. ما بتقدرش تستنى سنتين من بعد الولادة، فهي بتسأل دلوقتي على اقل فترة ممكنة تقدر تحمل فيها من بعد الولادة القيصرية. اقل فترة تقدري تحملي فيها هي 9 شهور من بعد الولادة القيصرية. الفترة دي انت بتعوضي او بتركزي انك تعوضي كل مخازن الحديد والكالسيوم اللي فقدتيها في الحمل بتاعك. الفترة دي ان الجرح بتاعك بيكون تم التئامه كويس جدا جدا، ورجعتي او رجع جسمك لوضعه الطبيعي تاني. فدي اقل فترة تقدري تحملي فيها بعد الولادة القيصرية هي 9 شهور.